السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا.com. درس تالت النهاردة إن شاء الله. نتعلم ازاي بس نحضر ملفات للسوني فيجاس. في 3 طرق لانك تحضر ملفات للسوني فيجاس. منهم طبعا انت بتفتح الفولدر، بعد كده بتسحب الملف وتشده تحطه جوه البرنامج اللي هي طريقة دراج، زي ما بتعمل فوتوشوب بالظبط، انك بتتصفح من على جهازك وبعد كده بتشد الصورة اللي انت عايزها ولحد البار بتاع الفوتوشوب من تحت وبعد كده بتحطها. ديت الطريقة التانية، بنيجي على فايل import media، هو بيفتح لي الميدياهات. انا عندي مثلا هنا 3 ميدياهات، عندي هنا مثلا في البارتيشن عندي اوديو وعندي ايمجز وعندي فيديو. طيب الطريقه الثالثه عشان نقولها الاول قبل ما نبدا نحضر الملفات. الطريقه الثالثه انك بتيجي على البروجكت ميديا، مثلا لو انت دلوقتي على الاكسبلورر او قافل اي حاجه، لا انت بتيجي على البروجكت ميديا، بتلاقي هنا علامه احضار الملفات اللي هي import media، تضغط عليها بيفتح لك نفس الايه النافذه التخاطريه، وبعد كده بيقول لك شوف انت عايز تجيب ايه. هنجيب مثلا اول حاجه ملف اوديو، نضغط عليه، نضغط على ملف الاوديو ونتك اوبن، بيحمل تحت اهو. جميل، هو كده جاب الايه الاوديو عندي. تعالى بقى مثلا نجيب حاجه تانية، نجيب images، ادي صوره، نتك اوبن، جاب الصوره عندي. تعالى نجيب فيديو، وليكن مثلا ده التريلر بتاع ستريت فايتر وتكن، بيعمل importing، جابها. تمام، اذا انا دلوقتي احضرت ال3 انواع اللي هم 3 انواع الميدياهات للبرنامج. احضرت فيديو واحضرت صورة واحضرت اوديو. لو احنا مثلا دلوقتي عايزين نشغل ونشوفه، فهنقف كده مجرد بس ان انت ضغطة واحدة بس على الصورة، وبعد كده بتك فوق بلاي او ستارت بريفيو، زي ما انت شايف جاب هنا الايه الصورة. طيب تك ستوب، لو انت مثلا عايز تشغل الموسيقى، تك وتتك بلاي، ومجرد انت ما بتتك بلاي هو بيبدأ في ان هو بيقرا، يعني هو بيقراها اوتوماتيك. او تكن مثلا دي اوكي. نحضر بقى الفيديو برضو، ضغط عليه بلاي، بيبدأ هو في ايه في عرضه. ماشي، وبعدين ستوب. قد يكون ان الصورة عندكم صورة الفيديو مش واضحة قوي، عشان ده طبعا البرنامج اللي انا بصور بيه، لكن هو في الحقيقة الفيديو يعني ما تخافوش لو الصورة عندكم مش كويسة. ده مش معناه ان البرنامج بيعمل كده في الصورة، لا هو بس برنامج التسجيل اللي بيعمل كده. طيب دولت 3 انواع ل3 صيغات مختلفة. تعالوا اصلا نعرف البرنامج بيتعامل مع الصيغ ايه. الصيغ اللي البرنامج بيتعامل بيها في الفيديو، سواء اذا كان هيحضر او هيصدر، بيتعامل مع الفيديو الصيغات المشهورة الاي في اي، ام بي 4، دبليو ام في. بيتعامل كمان مع الموف الام او في، بس الموف ما ينفعش انك تشتغل عليه في السوني فيجاس الا لما تكون مسطب برنامج الكويك تايم. كويك تايم ده اساسي عشان تشغل الموف على اي جهاز. لو مسكنا الصور، طبعا كل الصور بيحضرها، اشهرها جي بي جي واشهرها طبعا البي ان جي. بالنسبه للاوديو برضو اشهر حاجتين ام بي 3 ودبليو ام اي. ملحوظه مهمه جدا 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 بالنسبه لصيغه الفيديو التي لا يقبلها البرنامج، هي الاف ال في، وديت الصيغه بتاعه اليوتيوب. انت لو حملت فيديو دايركت من اليوتيوب، بتلاقي الصيغه نازله بالاف ال في، اذا البرنامج لا يتعامل معها. دلوقتي بعد تطوير اللي هو الانترنت داونلود مانجر، اصبح لما تيجي تحمل بيديك اختيار، عايز تحمل اف ال في ولا عايز تحمل ام بي 4. لازم تحمل ام بي 4 لو انت عاوز تخلي البرنامج يشتغل عليه. طب لو انا حملته بقى اف ال في، البرنامج مش هيقبله. طب اعمل ايه؟ تنزل اي برنامج تحويل صيغات وتحول الصيغه من اف ال في لام بي 4، وبعد كده تدخلها على البرنامج.